اللي انا فاهمه يا اما هيبقى فيه تغييرات بسيطه، اللي هو لان في الدعاوي اللي مرفوعه ليه القايمه تدفع مبلغ كذا في الترشيح والفرد يدفع كذا في الترشيح، ده ممكن يطلع بقانون يتعدل على طول يعني. يا اما هندخل في الاصل في الموضوع وهو الدوائر الانتخابيه. لو دخلنا في الدوائر الانتخابيه عندنا حلين، يا اما هيعدل بعض الدوائر يا اما هيقفل خالص ونبتدي من مرحله صفر. طيب في الحالتين حضرتك شايف التأثير ازاي على مسار العملية الانتخابية ومسار استعدادات وتحركات الأحزاب؟ التأثير أيا كان هذا التأثير أفضل، هقول مش مليون مرة بقى 100 مليون مرة من يبقى عندنا مجلس عليه شبه الدستورية أو يتحل المجلس بعد انعقاده. ده احنا ولا مصر ولا في واحد يقدر ياخد تبعية هذا القرار. أنا بتكلم المجلس يتحل بعد ما الانتخابات وتصرف عليه 3 مليار غير اللي الناس صرفته، غير المجهود، غير العطلة، غير دي بتبقى حاجة قاسية جدا ومميتة. إنما لو احنا تأجل شهرين تأجل 3 أيا كان بيبقى طبعا ضرر أخف كتير جدا يعني. بتأثر هتأثر على الأحزاب وعلى المستقلين لأن في ناس بدأت حتى ممنوع دعاية انتخابية، بس الناس اشتغلت دعاية وحطت كل حاجة وبتحركوا. يعني حضرتك شايف ان الاحتمالات دي أفضل من أن تتحمل الدولة العبئين، العبء الاقتصادي أو المالي والأمني أيضا من جانب آخر، ويتم حل المجلس والنفسي طبعا، والنفسي حتى بره، حتى في العالم الخارجي لما تيجي تحل مجلس نواب دي قصة مش سهلة تماما يعني. ده في حالة ان هيطلع فيه عوار دستوري وهيتحكم بحاجة في الصالح ده. في تأثير على مش هقول على الأحزاب، على العموم، على العملية الانتخابية في تأثير ممكن يبقى للأفضل، وممكن في ناس هتخسر كتير يعني. في أحزاب أو بعض الأحزاب ممكن تخسر في العملية دي 100 مليون. 100 مليون راحوا اتبنت دعايتهم او اتحركت دعايتهم على خطه او من جدول زمني معين، ولا ايه سبب الخساره المتوقعه؟ في كذا استراتيجيه اتحطت في الانتخابات دي. اما كنت انا معترض على قانون الانتخابات من الاول خالص قبل ما يطلع الموضوع بالنسبه لي، وانا كنت بتكلم بضميري، مش قصه حزب وفد ولا مش حزب وفد. كنت بقول الانتخابات دي هتخلينا اذا كان في القوائم فهي سمك لبن تمر هندي. ولغايه دلوقتي لو اتكلمنا على قائمه واراهنك في اي قائمه حد يحاول يعمل تحليل لمين الاشخاص اللي فيها، انا بتكلم في اي قائمه من القوائم، وايه رابطه الشخص ده مع الشخص ده في القائمه، او ازاي قائمه زي ما انا كنت بقول قائمه السودان حد في اسوان يدي لحد في الجيزه، يعني عمليه ملهاش اي سند من العقليه. في نفس الوقت الفردي قلت هيبقى عامل المال فيها، قلت هتبقى الانتخابات القادمة، والكلام ده من 5 أشهر تقريبا، أغلى انتخابات تعدي على مصر. بس أغلى بمعنى مش 10-20% زيادة، لا، على الأقل 3-4 أضعاف. طول عمر المال السياسي موجود في الانتخابات، والمال عموما موجود في الانتخابات، ده وضع طبيعي وكل دول العالم كده. إنما اما تعمل دوائر صغيرة قوي ويبتدي كل اللي نفسه ينزل واللي كان محروم، يعني ناخد بالنا ان كان في ناس محرومه كتير مع اتساع الدوائر، او لما كانت الدوائر اكبر فيعني لا كان عندك اتساع دوائر، وكان عندك حاجه اسمها الحزب الوطني ساعتها صعب قوي ينزل. انا بتكلم بعد الثوره. دلوقتي الكل هينزل، وبالتالي بقى عامل المال مش مؤثر، لا ده قمه في التاثير خصوصا مع الدوائر الصغيره. في ناس استسهلت احزاب ومعاها فلوس كتير وبدأت تعمل دراسة من الأول خالص في كل دايرة مين أقوى مرشحين. فهنقول في 3 في 4 في جاب أقوى مرشح، وتعالى أنت هتنزل مستقل ليه، ولا هتنزل تبع الحزب بتاعك ليه، ولا هتروح ليه؟ لا تعالى أنا هدي لك مصاريف مش الدعاية، هدي لك من 400,000 المليون. أنا بتكلم على رقم ده حزب من الأحزاب يعني. وفي أحزاب تانية حطت فيات من 100 ل 200. أنا بتكلم ده اللي كان ماشي. الحاجة الألطف الثالثة بقى ان في شخصيه مستقله ملهاش دعوه بس كان لها ماضي يعني شويه، عامل كتله من النواب من 30 ل 50 نائب عشان يدخلوا، نسبه نجاحهم ممكن يبقوا 30،
ببرضه مصاريفهم ديت عشان يبقى داخل البرلمان ومعاه تكتل حوالي 30. هيدعم مواقفه يعني داخل طبعا، وناخد بالنا ان داخل 30 الرقم المجلس النواب القادم هيبقى مفتت جدا.